صباح الخير حبايبي، أحييكم من مدينة ميلانو. معكم عادل السوداني، مقيم بإيطاليا. ودي القناة بتاعتي اسمها تعالوا معانا. النهاردة يوم مهم جدا بالنسبة لإيطاليا هنا، إن بنحتفل بيوم 25 أبريل، وهو يوم تحرير إيطاليا من القوات الفاشية والنازية. بعد شوية هتبدأ الاحتفال بوضع أكاليل الورود والسلام الوطني طبعا لهنا. زي ما حضراتكم شايفين هيبدأ دلوقتي مراسم الاحتفال. وزي ما حضراتكم شايفين بيبدأوا هم رايحين دلوقتي، هم هناك يحطوا أكاليل الورود تخليدا لشهداء قوات بيسموها هنا جوارديا دي فينانسا أو قوات الحرس المالي، وهي قوات عسكرية تابعة لوزارة المالية. مهمتها مقاومة التهريب ومقاومة التهرب من الضرائب وحراسة حدود الدولة. القوات ديت في الحرب العالمية الثانية قامت بدور مهم جدا، لأنها شاركت المقاومة الإيطالية في مقاومة القوات الفاشية والنازية. واليوم ده بالذات هو يوم مهم جدا بالنسبة لهم، ولذلك القوات دي بتحتفل النهاردة بهذه المناسبة. طبعا من الملاحظات أو المصادفات الجميلة إن 25 أبريل سنة 1982 هو في نفس الوقت عيد تحرير سيناء عندنا في مصر. دلوقتي هم هيحطوا أكاليل الورود وبعد شوية هيضربوا طبعا السلام الوطني والتحية العسكرية، تحية لأرواح شهداء هذا السلاح المهم جدا بالنسبة لإيطاليا هنا، لأن طبعا دورهم في منتهى الأهمية. زي ما قلت لحضراتكم، مكافحة التهرب من الضرائب، مكافحة التهريب، الحاجات اللي هي الغير شرعية، السيطرة على الأسعار في البلد. وفي أوقات الحرب بتنتقل قيادتهم من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الدفاع للدفاع عن البلد، وده هم فعلا عملوه في الحرب العالمية الثانية. هم دلوقتي حطوا الأكاليل الورد ويبدأ السلام الوطني، تحية لشهدائهم. طبعا في قوات عسكرية كمان منضمة معاهم، اللي لابسين اسود دول دي قوات اسمها كارابينيري، برضو قوات عسكرية، بالإضافة للي هم جوارديا دي فينانسا اللي لبسهم بيكون رمادي. الاتنين دولت هم قوات عسكرية ولكنهم بيعملوا في وسط المدنيين، يعني جوه الدولة. واللي هو معروف باسم قناة اللي هي ميدان الثلاث ألوان، نسبة إلى ألوان العلم الإيطالي. الميدان ده بتحتفل فيه قوات اسمها جوارديا دي فينانسا، ودي قوات عسكرية بتعمل في وسط المدنيين، مهمتها مكافحة التهرب الضريبي. القوات ديت في الحرب العالمية الثانية ساهمت في تحرير ميلانو من الاحتلال الفاشي والنازي.
دلوقتي أهم لحظة وهي السلام الوطني. دلوقتي هم القيادات اللي هم بتوع جوارديا دي فينانسا او السلاح اللي هو الحرس المالي رايحين دلوقتي علشان يحطوا اكاليل الزهور تقليدا لذكرى شهدائهم اللي سقطوا في الحرب العالمية الثانية.